السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الجمال على كل حبايبنا في كل مكان. النهاردة هقول لك جميع انواع اسعار الحمام الموجودة عندنا. هقول لك اسعار حمام كتير جدا، ولكن تعالى بس نطلع الحمام على السطح الاول كده عشان هقول لك واحنا موجودين على السطح انواع الحمام واسعار الحمام الموجودة، عشان لو نزلت السوق تعرف اسعار الحمام ايه وتعرف انت هتشتري ايه بالظبط. لكن بس الاول كده يا شباب، قبل ما نكلف الحمام على السطح ونطلعه على السطح واقول لك اسعار الحمام وادخل اوريك الاسعار الحمام اللي في السلكات كمان والحمام اللي جوه، تعالى بس نمسي على اخواتنا مشتركين القناه دي يا شباب. الناس المشتركه معانا في القناه طبعا، اللي مشتركش في القناه انزل اشترك، هنكتب اسمك معانا ان شاء الله تعالى. دي القايمه برضو الاولى اهي، عايزين نكتب حوالي 1000 اسم يا جماعه الخير معانا على القناه. تعالى بقى يا شباب اقول لكم اسعار الحمام اللي في السلاكه جوه الاول، وبعدين نطلع اقول لكم اسعار الحمام اللي موجوده معانا بره. ندخل في المكان بس بتاعنا كده الاول ونسمي بسم الله. طبعا عمار وام شروق اهم يا شباب. ده جوز حمام كريزلي، الجوز فيهم دلوقتي يعمل 250 جنيه. الجوز من الكريزلي يعمل 250 جنيه، وبيجيبوا زغاليل ما شاء الله. شايفين الزغاليل عامله ازاي ما شاء الله. بنصحك تربي الحمامه دي، حمامه حلوه جدا وبتجيب زغاليل احجام كويسه جدا، وكمان حمامه منتجه. حمامه منتجه دي النتايه ودي الذكر. الجوز منهم عامل 250 جنيه، ولكن انا لو تديني في الجوز ده 500 جنيه ما رضاش اديهولك، ولكن هو عامل 250 جنيه. طيب بالنسبه بقى للحمام البهلوان الارضي، ده البهلوان الارضي يا شباب. الناس اللي عايزه برضه تشوف البهلوان الارضي اهو، ده البهلوان الارضي يا جماعه الخير. بصوا مجرد ما اسيبه على الارض هيعمل ايه؟ بص، هو ده ما بيبطلش لعب، يعني ممكن يعور نفسه من كتر اللعب. هي الحمامه دي طبعها كده تمام كده. طيب الجوز منها بقى ده عامل قد ايه؟ الجوز من البهلوان الارض دي عامل قد ايه؟ عامل يعني 450 جنيه 500 جنيه حسب بقى مواصفاته، حسب اللعب بتاعه. في ناس بتسميه بهلوان، شوف بيلعب في السلاكه يعني. بصوا شوف مش بيلعب في السلاكه اهو. الجوز منه عامل يعني ممكن يوصل 600 جنيه و700 جنيه كمان حسب المواصفات بتاعته تمام كده. طيب تعالى بقى نشوف الحمام. بالنسبه للحمام الهزاز الهندي، حمام الهزاز الهندي ده من اجمل انواع حمام الزينه. في ناس طبعا بتجيبه كنوع من انواع الزينه، ناس بتحطه في الفلل، وفي ناس طبعا بتحطه قدامها في السلكات فيه، بيبقى شكله جميل جدا. الهزاز الهندي بيعمل من 400 جنيه ل 600 جنيه، بيعمل من 400 جنيه ل 600 جنيه. طبعا الذكر ده مميز ما شاء الله تعالى، وكل ما زاد عدد الريش الديل كل ما زاد مستواه، وكل ما بقى اعلى، وكل الهزه ما بقت اعلى كل ما بقى مستواه برضو اعلى. الهزه بتاعت رقبته دي يا شباب تمام كده. طيب تعالى بقى نشوف برضو ده هزاز هندي، وده برضو هزاز مكي. دي النتايه البيضه دي هزاز مكي. الهزاز المكي بتلاقيه بيلعب بدماغه كده طبعا، وتلاقي ديله زي الحمام البلدي عادي جدا. وده الدكر ده هزاز هندي ابن الدكر اللي فوق. الدكر ده يا شباب هنقول يعني الحمام ده برضو هنقول بيوصل الجوز منه بيوصل 400 جنيه و500 جنيه. طبعا النتايه دي تبقى حنينه، يعني ممكن يوصل الجوز لحد 200 جنيه بالنسبه للهزاز المكي تمام كده. طيب تعال نبص على الكسخنجي بسرعه. الكسخنجي مش موجود هنا، احنا طلعناه بره. ده برضه حمام استرالي. هوريكم برضه الحمام اللي بره عشان ان احنا طلعنا الحمام بره ودخلنا نقول لكم. ده كرك بالمناسبه، كرك يعني الكرك اللي هو كويس المصري بالمناسبه اغلى من التركي. في مصري وفي منه تركي، هو حمام شامي عامه يعني، ولكن احنا بنقول على دي حمام مصري. فده الجوز منه بيعمل 250 ل 300 جنيه. طيب تعالى بقى نطلع بره سريعا اوريكم الكرك يا شباب اهوت. الكرك ده الكرك اهوت. الكرك ده ممكن حسب المواصفات بتاعته بيبقى فيه خناجر في الديل. طبعا هم افترسوا من الكلفه، هم افترسوا الكلفه. تعالوا بقى اطلعوا بقى كده. طيب اقول لكم بس الاسعار كده واحنا قاعدين كده يعني، واحنا جنب الحمام بناكله كده. الكرك ده يا جماعه الخير كل ما بقى فيه خناجر في الديل. يعني ايه خناجر؟ بيبقى فيه ريش بارز في الديل، في ريش بارز في الديل. لو اعرف امسك واحده اوصف لكم عليها. الجزء من الكرك ده يا جماعه الخير، الجزء من الكرك ده بيعمل يعني ممكن 250 جنيه لحد 400 جنيه حسب برضو مزاده الخناجر في الديل. كل برضو مزاد سعر الكرك ده. طيب بالنسبه للكسخنجي، الكسخنجي شباب اهوت. بالنسبه للكسخنجي، الكسخنجي الجوز منه بيعمل من 200 جنيه اهوت شباب، من 200 جنيه
في جزء منه بيوصل 500 جنيه حسب المستوى. يعني الذكر ده ان شاء الله من النوادر. في طبعا دبوس ده بيخليه مميز وبيخليه سعره يعلى. الذكر ده يا شباب، الذكر ده كسخنجي، بس انا بتهيالي ان في دم ريحاني. الذكر ده في دم ريحاني. طبعا ابنه ده ابنه ده النتايه اللي معاهم يا شباب، النتايه اللي معاهم اهي، الجزء منهم بيعمل من 250 جنيه لحد 400 جنيه. تمام كده. طيب نقول برضو الشقلباز. بالنسبه للشقلباز على فكره، بالنسبه للشقلباز مفيش حاجه اسمها شقلباز مش بيلعب، لازم يكون شقلباز بيلعب. لو شقلباز مش بيلعب بيبقى ده بسميه حمام بلدي عادي خالص. ده الشقلباز ده بيلعب ما شاء الله تعالى. ده الجوز منه بيعمل يعني من 200 جنيه ل 300 جنيه حسب برضو الاكروبات بتاعه. تمام كده. طيب بالنسبه للزاجل يا شباب، بالنسبه للزاجل اهو يا شباب، ده الزاجل اهوت، ده الزاجل. بالنسبه للزاجل الجوز منه بيعمل 250 جنيه. بالنسبه للزاجل بيبدا من 250 جنيه. في بقى جوز بيوصل لحد 7 8000 جنيه، يعني حسب بقى المسابقات والشهادات وطبعا التأصيلة بتاعته. ده الكلام ده بالنسبه للحمام الزاجل. ولكن في ناس بتقول عليه حمام جماعيه، في ناس بتقول عليه حمام زاجل، في ناس بتقول عليه جماعيه، لان الحمام الزاجل الوحيد اللي فيه جمعيه باسمه، اسمها جمعيه الحمام الزاجل. تمام كده. طيب تعالى بس نشوف اللحم. ده كريزلي برضه يا شباب اهوت، ده حمام كريزلي زي ما قلنا. الجوز فيه برضه بيبدا من 250 جنيه. طبعا بالنسبه للحمام البلدي انتوا عارفين اسعاره. جوز البلدي يعني الشغال لو انت بتشتريه من السوق دلوقتي، لو اشتريت جوز شغال من السوق هتجيبه يعني ب 100 جنيه، يعني ممكن تجيبه ب 80 جنيه وب 90 جنيه كمان، ولكن مش مضمون. انا لو هتقول ببلاش حمام السوق انا مرضاش ان انا اخده، لان حمام السوق ده مش بيبقى مضمون. تعالوا بس كده ندخل نوريكم اسعار اللاحم الفرنساوي جوه. طبعا في عندنا حمام لاحم جوه. تعالى بس جوه ندخل كده نوريكم اسعار اللاحم الفرنساوي. ده كورك يا شباب اهو. دي الخناجر اللي انا كنت بقول لكم عليها اللي في الديل. شايفين الريش اللي في الديل بارز ازاي؟ كل ما زادت بقى الخناجر اللي في الديل دي كل بقى مستوى الحمامه ديت ما بقى اعلى. تمام كده. طيب احنا ما اتكلمناش على النفاخ. النفاخ برضو سريعا كده، الجوز ده بيعمل 1200 جنيه. الجوز ده بيعمل 1200 جنيه. في نفاخ بيوصل اعلى من كده كمان. وكل الذكر لما بقى الالوان مختلفه، وكل السبعه ما بقت مرسومه، وكل البصمه ما بقت مظبوطه، طبعا ده بيزود من ثمنه. والشروال بتاع الرجل، وطبعا الرجل لما بتبقى طويله، كل ديت مواصفات بتزود حجم او بتزود ثمن الحمام النفاخ. تمام كده. طيب تعالوا بس سريعا كده اوريكم اللحم الفرنساوي اهو يا شباب. ان شاء الله انتهى محصيه. اللحم الفرنساوي على فكره ليه مميزات وليه مواصفات خاصه. يعني اللحم الفرنساوي لو تشوفوا ضرب العين يا شباب هتلاقوه وردي. الجفن بتاع العين هتلاقي العين بتاعه اللحم الفرنساوي وردي. بتلاقي ان التوب كله ابيض. اللحم الفرنساوي كله ابيض، في منه سيلفر طبعا، ولكن الابيض معروف ان لازم لما يكون التوب كله ابيض ما يكونش فيه ريشه مختلفه. والجفن بتاع العين بيبقى وردي بالشكل ده. الرجل مش بيكون فيها زفاره، الرجل مش بيكون فيها زفاره نهائي. الرجل يا شباب اهيت ما بيكونش فيها زفاره، بتكون محمره بالشكل دوت. ودي مواصفات اللاحم الفرنساوي اهو يا شباب. نوريها لكم برده اهي يا شباب. ديت ان الطيره الجميله طبعا بيبقى حجمه حلو، بيجيب زغاليل حجمها حلو. ده بالنسبه للاحم الفرنساوي. ده حمامه ودي لحم فرنساوي يا شباب اهوت. ده برده كمان لاحم فرنساوي. ده ذكر، ولكن الذكر ده فيه عيب. يعني الغاوي الشاطر هيعرف العيب بتاع الذكر. هو طبعا مرسوم الجفن بتاع العين وردي. طبعا ده كتاب انا كنت كاتب عليه اسم الشيخ مصطفى، ولكن هو فيه عيب. ايه العيب اللي فيه؟ الضرب بتاع عينه وردي زي الفل، والتوب كله ابيض زي الفل، ولكن المنقار بتاعه لو تاخدوا بالكم المنقار بتاعه تحس ان فيه، ودي على فكره عيب. دي يعني عيب في اللاحم الفرنساوي. الناس تخلي بالها لو بتشتري لاحم فرنساوي. انا اعطيله حمامه طبعا بينتج معاها حمامه بلدي، بينتج معاها شغالين عندي زي الفل. بالنسبه للبلدي قلنا اسعار الحمام البلدي ان شاء الله. بس عشان احنا مش حابسين الحمام دلوقتي، في حمام ثاني هكمل لكم هقول لكم اسعار عشان